بختك في ولادك التلاتة يا تحية. واحد مرمي في المستشفى لا يعلم بيه الا ربنا، واتنين مرميين في السجن. يا ميلة بختي، دي عامله يا اولاد تعملوها؟ تودوا نفسكم في داهيه بالشكل ده؟ ربنا يشفي وليد بحق جهنم يا ماما. والسلام يا رب. ويجازي اللي كان السبب وحبسنا. ده كانت ماشيه اخر حلاوه يا ماما، والله كانت ماشيه اخر حلاوه. ده انا كنت هاخد الميوزك اوورد. ميوزك ايه؟ انت بتقول اي كلام وخلاص. انا ما عملتش غير الصح، عشان كده الحمد لله ربنا كرمني وقوم لي ابني بالسلامه. صح يا ابو صح. ربنا قوم لك ابنك بالسلامه، بس حبسك يا ابني. ده ربنا عاقبك مش اداك جايزه. بس اخوك عمل الصح، هو ده اللي كان المفروض يتعمل من زمان. ولولا انت مشك البطال ما كنتش هتبقوا في المصيبه اللي انتوا فيها دي دلوقتي. انت السبب في كل اللي حصل ده. انت ايه يا ابني، ما بتتهدش؟ طبعا يا ماما طبعا، ما هو طول عمره هو اللي دلوعه وهو اللي على الحجر وانا اللي كوخه. دلوعه ده ايه؟ ان جيت لي الحق بقى، انت ما عندكش حق ابدا في كل اللي انت عملته. انت غلطان يا اخي. يا ماما لا حق ولا مستحق. ما بص بقى يا ماما، سيبيني في حالي والنبي، كفايه الحبسه اللي انا فيها. ما انت بفلتاتك وطيشك وديت نفسك في داهيه ودخلت السجن، وبايه؟ بمخدرات. دي مصيبه. الله يرحم الترمادول. بتقول ايه يا ولا؟ ما بقولش يا ماما، بس الناس دي تقول ايه لو سمعوكي بتكلميني كده يا ماما؟ يفتكروك شمتانه فيا. انا اشمت فيك؟ في ام يا ابني بتشمت في ولادها؟ بس دي بقى النتيجه الطبيعيه لاي مشي غلط. اهدي بس يا ماما، اهدي شويه. مش كده ايه يا عم جمال؟ انت عايز تاخد الزياره ليك لوحدك ولا ايه؟ انا كمان برضو يعني ليا ناس عايز اطمن عليهم، والواد كريم ابني عايز اتكلم معاه كلمتين يا اخي. ما تتكلم يا عم، هو حد ماسك لسانك؟ مش كفايه الحبسه اللي انا فيها؟ مزاجنجي ليك زياره. مزاجنجي؟ كمان حفظوك هنا؟ سايبها لك مخدره. بعد اذنك يا ماما، شوف حريمي الناس اللي بتقدر. قوم يا اخويا قوم. يا رانيا يلا. انا يهديك يا ابني. ازيك يا رانيا؟ وحشني قوي. هاتي بوسه. من فضلك جيمي بليز طلقني. اطلقك؟ كلامي ده يا رانيا معقول؟ في عز ازمتي، في عز عثرتي، تتخلى عني كده وش؟ انا لو كنت اعرف من الاول ان انت كنت بتتاجر في المخدرات صدقني ما كنتش هتجوزك من الاول. يا بنت ما تجاهلش، ده انا كنت وسط الخيل بس والله. مش فارقه يا جيمي. طالما شاركت معاهم في الجريمه يبقى خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. ولعلمك لو ما طلقتنيش انا هخلعك. لا حسبي. مش جمال ابو العزم لا مؤاخذه اللي يقف صوت القاضي كده وتخلع. ايه يا رانيا؟ خلاص يبقى خليك راجل وطلقني. على العموم انا جهزت نفسي وخلاص هرجع امريكا. عيد حساباتي في الابراج. العرافه طلع كله كلامها غلط، وبعدين ما بقاش ليا حد خلاص اقعد عشانه. تشاو. وحشتني يا كوكي، وحشتني يا حبيبي. طمنا عليك، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ هو مال لسانه تقل ليه كده؟ حبيبي ما تخاف، الدكتور طمني وقال لي انه مع الوقت العلاج ان شاء الله اكيد رح يجيب نتيجه. انت قول يا رب. وانا ليا غيره؟ يا رب. وانا يا جمال. وانت يا زيزي؟ عايزاك تطلقني. وايه اللي حاصل؟ هي في رجلة النسوان ولا ايه؟ في يا بنت؟ ما تاخذنيش يعني، شكل الوضع اللي انت فيه ده مطول حبتين، وانت عارف انا ما اقدرش اقعد كتير من غير راجل. عايزه تطلقي يعني منع الانحراف؟ كان على عيني والله، بس انت عارف يعني. لا على عينك ولا على حته تانية. روح يا زيزي وانت طالق بالتلاته. سلامه. سي جمال ما تكمليش. روحي يا موجه وانت. لا انا ما اقصدش يا سي جمال. انا لا يمكن اسيبك ابدا. انا مستعده استناك لاخر العمر. اصيله موجه، كيفاني جدعه يا موجه. الله يخليك. وايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ده انت بقيت على الموضه خالص وقلوصتي. انت جايه تحلاوه وانا في السجن يا بت؟ ما تكسفنيش يا سي جمال، احنا وسط الخلق. خلق مين؟ ده انت مراتي وحبيبتي. انت عارفه يا بت يا موجه، انت اثبتي لي ان مش حلاوه شكل بس. الحلاوه من هنا في القلب، في الاصاله والجدعنه. ما تقلقيش، انا كلها كام شهر وخارج. قضيه المخدرات والاتجار دي ملناش فيها. انا لا بعت ولا اشتريت ولا عملت. وان كان على الحته اللي مسكوها معايا قضيه تعاطي. المحامي طمني قال لي غلط في الاجراءات، يعني خارج براءه يا موجه. جاي لك بصراحه. يسمع من خشمك ربنا. حبيبتي يا موجه، انا بحبك قوي. اسعدك يا موجي. انت قلبتي، مش كانت يمرك يا موجه؟ اسمع يا كريم يا ابني، انا عايز انصحك نصيحه تحطها حلقه في ودنك. انا عايزك تبقى انسان، ما تعملش زيي ابدا. عشان تبقى انسان لازم يبقى عندك علم واخلاق.
لان بالعلم لوحده ممكن تخترع قنبله ذريه تموت بيها الناس، وبالاخلاق لوحدها هتبقى عابد، مش هتفيد حد غير نفسك. عشان كده لازم يبقى عندك الاتنين، العلم والاخلاق. فهمتني يا كريم؟ ربنا يحميك يا ابني. الزيارة انتهت. يلا صلاح خد بالك من نفسك يا حبيبي. انت كمان يا امي خدي بالك من نفسك، وخلي بالك من كريم. كريم في عينيا الاثنين، ما تخافش يا حبيبي. وانت خلي بالك من نفسك. اشوف وشك بخير يا ماما. ادعي لي النبي، ادعي لي يا ماما، وخلي بالك من موجة. في عينيا الاثنين، خد بالك من اخوك، اوعى تزعله. لا ده في عينيا، انت ما عارف. تقلقيش. يلا ربنا معاكم يا رب. كريم ربنا معاكم يا ابني. مع السلامة. مزاجنجي. ايوه تعالى عايزك. طب لحظه واحده لحظه واحده. انت عارف بقى مين اللي جه يشرفنا النهارده؟ مين؟ الدولي القتال. الدولة التالي بتاع قطعت اصابع عليك. هو بعينه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده حلاوة. أنا عايز أقابله، لازم أنا أقابله ضروري، وحلاوتك عندي من عندي قبل عندي. انت تؤمر يا فنان. طيب صلاح ها. يلا يا صلاح يلا بينا، يلا. يلا بالسلامة يا ماما. يلا بالسلامة يا موجة. كنت يا سحر. يلا في على طول يلا. صحيح يا أبو صلاح، مفيش زي دعاء الأم أبدا. ربنا يخليها لنا يا رب. أنا كده اطمنت على مستقبل أبو صلاح. طمنت على ايه يا ابني؟ ده احنا في السجن وراجعين العنبر دلوقتي. أنت ما تعرفش الدولي القتال هنا يا أبو صلاح، المؤلف الكبير. الراجل ده لو ربنا كرمني وعملت معاه قلبون هيبقى عديت يا فلنكات أبو صلاح. هات ساعتها ما يبقاش ضيعت وقت كده او انت في السجن، استفدت بكل لحظه. يا واد انت اللي ما بتضيعش وقت خالص، كله على السخان كده بسرعه. طبعا يا صلاح، اشتري من اخوك الكبير بقى. ايه؟ السجن يعني سيطره، سيطرنا هنعدي، ما سيطرناش هنتهرس، وانت بالذات هتتهرس يا صلاح. ايوه طب واحنا هنسيطر ازاي؟ مش فاهم. هقول لك انا ممكن اظبط لك شويه حنه وكام علبه زيت كده، تعمل لنا حته صغيره، ساعتها نسيطر سيطره كله يجيب ورا زي ما قال الكتاب ابو صلاح. يا شاويش انا عايز اقابل المأمور لو سمحت. يا ابو صلاح، يا ابو صلاح، انت مرشد ولا ايه؟ مرشد؟ انت هتودينا في داهيه اكتر ما احنا في السجن يا راجل. اتنيل يا خلاص شاويش. يا صلاح بهزر. شاويش يا شاويش ودينا الاوضه والنبي عشان ننام.